السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي ان شاء الله. النهارده معانا فيديو جديد. النهارده هنعمل بقى طبق حلو قوي، حكاية بجد، غدوة كده حلوة سريعة. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده ايه طريقة اللحمة بالبصل. بصوا بطريقة سهلة جدا سريعة. زهقنا بقى ايه من اللحمة المسلوقة او المحمرة. هنعملها النهارده بطريقة سهلة جدا. طريقة حلوة مش هتاخد منك وقت. يلا بينا كده نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه وايه المكونات اللي معانا. بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش النهاردة تعملوا الفيديو لايك وشير. ولو أول مرة بتنوريني وبتشرفيني في قناتي ما تنسيش تضغطي كلمة اشتراك اللي هي تحت الفيديو. أيوة اللي تحت الفيديو دي على طول بسرعة، يلا اضغطي عليها واختاري منها كلمة الكل عشان تكوني دايما منوراني في قناتي وتشرفيني دايما وتقولي رأيك ايه في كل الفيديوهات. يلا بينا نبدأ. اول حاجه كده بصوا معايا ايه لحمه قطع، قطعيها قطع صغيره. الكميه بقى اللي تفضلي حسب بقى ايه الكميه اللي انت عايزاها حسب افراد عيلتك او اللي انت ايه يعني عايزه تعمليه. تمام. معايا هنا دول طماطمتين او يعني ايه ثلاث طماطمتين كبار. لو صغير الطماطم 3 طماطمات ايه متوسطين. تمام. كميه البصل بتبقى كتير. انا بص مقطعاه هنا ايه جوانح كده او اللي هو حلقات يعني. تمام. بتاخد كمية بصل كتير، يعني لو نص كيلو لحمة نص كيلو بصل، كيلو لحمة كيلو بصل، او كيلو الا ربع بصل، يعني حسب برضو الكمية اللي عندك. مش عايزة تزودي كتير مفيش مشكلة، بس طبعا دي كل ما يبقى فيها البصل كتير بيبقى طعمها حلو قوي، بيديها طعم حاجة حكاية. تمام. اول حاجة بقى كده ايه انا بغسل اللحمة كويس واصفيها خالص. بحب اغسلها واصفيها. تمام. وقطعت البصل وقطعت الطماطم. جبت بقى هنا كده حله على النار، حطيت فيها معلقه سمنه او معلقه زبده حسب متوفر عندك. عايز تحطي سمنه وزبده مفيش مشكله، عايز تحطي زبده هتحطي معاها معلقه زيت. تمام عشان الزبده ما تتحرقش منك. انا هنا كان عندي سمنه فحطيت ايه معلقه سمنه. انت بقى المتاح عندك حطيه. تمام. اول كده ما معلقه السمنه بتسخن، تمام، اروح نازله بقى ايه باللحمه بتاعتي، اديها تشويحه كده. عايزه اديها زي صدمه كده واديها ايه تشويحه حلوه. تمام. احط كميه اللحمه بتاعتي كلها كده واسيبها بقى ايه تاخد كده ايه لون كده وتشويحه كده حلوه مع السمنه. بصي هقلب تقليبه بسيطه خالص عشان مش عايزاها كمان ايه تنزل ميه. دي اول حاجه هتعمليها، بصي حاجه بسيطه خالص. يعني طريقة سهلة ومختلفة كمان غير المسلوق أو المحمرة واللي هي مثلا بتبقى في الطاجن مع الخضار كده. دي طريقة سهلة يعني تغيير. ممكن بقى تعملي جنبها أي حاجة. ممكن تعملي جنبها عيش، تاكليها بالعيش يعني قصدي، أو تاكليها تعملي جنبها رز مثلا أبيض، رز بالشعرية، رز حبة وحبة. تعملي جنبها مكرونة براحتك خالص، اللي يعجبك اعمليه. هنا حطيت طبعا تاخد بقى تشويحه كده بسيطه، حطيت معاها معلقه فلفل اسمر. تمام. وحطيت هنا ايه ورق لورا. طبعا الملح مش هيتحط دلوقتي خالص خالص، ده كل اللي انا حطيته دلوقتي. حطيت معلقه فلفل اسمر وايه ورقتين لورا كده بس كده. واسيبها بقى كده تاخد بقى لون كده بسيط او تاخد تشويحه حلوه قوي. غطيتها وسبتها شويه. بصوا اهو لون كده حلو قوي اللي هي وصلت له يعني. مش عايزه اكتر من كده. خلاص. هروح بقى جايبه دلوقتي المكونات بتاعتي بقى اللي هي الباقيه اللي انا هحطها معاها. هجيب بقى كميه البصل دي، كميه بصل حلوه يعني زي ما قلت لكم اهي. لو نص كيلو نص كيلو، كيلو يبقى كيلو، يعني كيلو لحمه كيلو بصل، او كيلو ربع بصل عشان لو هيبقى كتير عليكم قوي يعني. بس هي حلاوتها بجد او يعني طعم الطبق بيبقى تحفه بالبصل. هي معروفه اللحمه بالبصل بتبقى حكايه قوي، بتبقى طعمها حلو في الاخر كده بقى بالصوص بتاعها بقى كده لما بيكون بقى جوسي كده بيبقى حكايه. بصوا انا بفضلها صراحه كلها بالعيش، يعني انا عني كلتها يوميها بالعيش صراحه. جبت كده عيش بقى وكلت، كانت بصوا تحفه. طبعا مش هحط لها اي توابل تانية خالص دلوقتي، زي ما قلت لكم هو بس الفلفل ورق الرورة. الملح مش بيتحط دلوقتي خالص، الملح في الاخر خالص اول ما تكون حاسه ان هي داخله في السوا كده. تروحي حاطه بقى الملح ومظبطه بقى الملح بتاعك بقى. محتاجه فلفل حطي، ممكن بهارات لحمه حطي براحتك بقى. هتظبطي بقى كل حاجه. هنا بس هقلب كده البصل كده مع اللحمه واسيبه برضو خالص. وطبعا اللحمه هحط لها الميه تكوني غليه لها ميه
عندك في الكتل، مش ميه طبعا من الحنفيه، ميه تكون مغليه وسخنه، وتروحي حاطه حبه بحبه، مش هنحط ميه كتير، يعني كوبايه ميه بكوبايه ميه. تمام. كل اللي انا حطيته بصوا دلوقتي ايه، كوبايه ميه، شويه واروح حاطه تاني، يعني تحسي ان الميه خلاص يعني شربتها، اللحمه شربت الميه، تروحي حاطه برده غاليه ميه جنبك يعني في الكتل، وتروحي حاطه كوبايه بكوبايه، كوبايه كوبايه او كوبايتين كوبايتين، ما تزوديش، احنا مش هنعملها شوربه، مش هنعملها مسلوقه. تمام. حبه بحبه، كل ما تحتاج تحط لها، وتخلي بالك عشان ما تلزقش عندك في الحله وتمرر، يعني ما تتلسعش او تتحرق، عشان ما تبقيش تدي طعم مراره او حاجه للحمه. خلاص. بصوا بقى ايه، دي بعد فتره، يعني دي بعد ربع ساعه كده، بصوا البصل خلاص دبل. هتقولي لا دي كميه بصل كتيره على اللحمه، ولا لا 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 ولا اي حاجه خالص. بصوا دبلت خالص. يبقى اول حاجه بتحطي اللحمه تاخد تشويحه، بعدها بتروحي حاطه البصل عليها، اي كميه بصل بقى عندك بتحطيها، كل ده ايه هيطرى خالص وايه ويدبل زي ما انتوا شفتوا كده. تحسي خلاص ان البصل كده، تروحي نازله بقى بالطماطم، زي ما قلت لك طماطمتين 3 يدي بس لون كده وطعم. خلاص. حطيت الطماطم على البصل وقلبت برده كده، وهسيبها برده تكمل برده سواها، واحط لها بصوا برده كوبايه ميه مغليه، واسيب كده تقلب على نار عاليه، واسيبها برده ايه تكمل سواها. كل شويه طبعا انا واقفه لها، اروح مثلا اعمل حاجه وارجع وابص عليها، اشوفها مثلا محتاجه ميه بحط لها، ما احتاجتش خلاص. بس عيني عليها دايما، عشان زي ما قلت لكم ما تستيش عليها، عشان ما تتلسعش منك وتدي طعم مش حلو. بصوا دي بقى بعد خلاص بقى بكله، يعني عدى كمان برضو وقت، يعني هي كلها اخدت مني ساعه وربع، ساعه وتلت كده. تمام. دلوقتي خلاص ايه، جسيت كده على اللحمه، خدت قطعه كده في طبق وجسيت عليها، لقيتها خلاص داخله في السوا، وخلاص هحط بقى الملح بتاعي واظبط. ده بقى كان شكلها بعد ما حطيت كمان الطماطم والبصل كله، يعني كله مع بعض اندمج بقى خلاص، الطماطم اندمجت. بصوا الطماطم بقى عطت لون حلو كده، لون احمر كده، صلصه كده حلوه. انا طبعا ما حطيتلهاش صلصه ولا اي حاجه، انا استكفيت بالطماطمتين اللي حطيته. تمام. ما بتحطيش صلصه ولا حاجه، هو البصل والطماطم واللحم. هي الطماطم طلعت صلصتها كده، ميتها بتبقى طعمها حلو. بصوا بقى انا باخد بقى كده وبقى ايه، وبدوق. بصوا حكايه، والله العظيم حكايه بجد، الحته كانت حلوه قوي. زي ما قلت لك هتظبطي الملح بتاعك، هتحطي بقى معلقه ملح، تدوقي برضو وتشوفي، تحطي فلفل، تحطي بقى بهارات لحمه، هتظبطي بقى التوابل بتاعتك اللي تحبي تحطيها. انا عني ما حطيتش غير ملح وفلفل وبس، ما حطيتش حاجه تانية، ورق لورا بس، ما حطيتش اي حاجه تانية خالص. حبيت بقى ايه ان هي البصل كده ايه، يعني هو هيديها نكهه حلوه وطعم حلو كده. خلاص ايه يا دوبك هسيبها بس تاخد غلوه مع الملح والتوابل، وخلاص هغرفها. وده كان شكل الطبق بتاعنا النهائي، خلاص اخدت غلوه واستوت. طبعا زي ما قلت لك هتاخدي قطعه كده في طبق وتجسي عليها، لقيتيها استوت خلاص تمام، وملحها مظبوط وكل التوابل مظبوطه، خلاص كده كده جاهزه ايه للاكل. بصوا ايه رايكم بقى في الطبق الخطير ده، حكايه طعمها تحفه قوي، سهله وسريعه اهي، مش هتاخد منك غير ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص بكبيرك قوي. مش هتاخد منك وقت طويل يعني، قصدي تعملي بقى جنبها رز ابيض زي ما قلت لك، رز بالشعريه، تاكليها بالعيش. انا عني كلتها بالعيش صراحه، وعملت لهم جنبها حبه مكرونه، سالتهم قالوا لي هناكلها بالمكرونه، بس انا كلتها الصراحه بالعيش. اعملي جنبها اي حاجه، اعملي جنبها طبق سلطه، تتاكل في كل حالاتها. طبق سريع اهو وسهل وتغيير كمان، مش هتقفي كتير في المطبخ. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، جربيه بنفس الطريقه كده وقولي رايك فيه ايه في الكومنتات. اسيبكم في رعايه الله، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.